يا ساتر، ده ايه الحر ده؟ هو احنا هنفضل كده بقى في الحر ده كتير؟ يا عم ده مش الحر، دي موجة حارة. يا عم بقى افهم، الصيف حاجة والموجة الحارة حاجة. وانت مش فاهم انا الناس اللي بتحب الصيف دي. يعني يا عم تقول انت بتحب الصيف، ما تقعدش بقى تجمل في الكلام كده. انا يا سيدي مش بجمل في الكلام، انا بقولك الحقيقة. مساء او صباح الخير في حلقة جديدة من برنامج تاريخ على ورق. النهارده هنتكلم على موضوع اظن انتوا فهمتوه، وهو الصيف. الصيف والفرق ما بين الصيف والموجة الحارة، او بمعنى اصح احنا ايه اللي بنعيشه اليومين دول بالظبط، وايه الفرق ما بينه وما بين اي دولة تانية. يعني انا ايه اللي يخليني اقول ان انا النهاردة في مصر بعيش موجة حارة على درجة حرارة حاجة و30، مع ان نفس درجة الحرارة في دول الخليج بيقولوا عليها جو عادي جدا. كل ده هنعرفه النهاردة، بس تابع معايا وما تنساش تعمل اللايك والسبسكرايب الجميل، ويلا نبدأ. حلقتنا النهاردة جميلة وظريفة وخفيفة صغيرة جدا، مش هنتكلم فيها كتير. مبدئيا ان الصيف بيبدأ من 20 يونيو لحد 22 سبتمبر، يعني بتتكلم في سكة 5 شهور. بس مش دي المعلومة اللي انا جاي لك، او ان انا جاي ان انا اقولها لك النهاردة، ومش ده الورق اللي انا بقدمه لك كمعلومة. ميعادنا النهاردة مع تاريخ الصيف وتجاربه على مر العصور. هتعرف معايا احنا وضعنا عامل ازاي دلوقتي مقارنة بزمان، وزمان قوي كمان. تمام. اولا ان زمان قوي احنا كنا بنشوف مع اختلاف المناخ ومع اختلاف الاجواء كانت الوضع بيبقى مختلف شوية، وده اللي هنعرفه دلوقتي بالتفاصيل. وهنعرفه دلوقتي كمان بالافكار اللي بتتولد حديثا. تمام. وبتولد افكار يعني صناعيه اكتر، ب- بتحل مشكله الصيف، بس بيبقى عليها عوامل سلبيه كتير. ده كله هنعرفه. اولا كده الصيف بيكمل احيانا، مش احيانا بقى، الصيف بيكمل. يعني احنا بنتكلم من 20/6 ل 22/9، ده في جزء معين من الارض. انما الصيف بيكمل من ديسمبر لحد مارس، ده في المناطق الجنوبيه زي قاره استراليا وامريكا الجنوبيه. تمام. وده يعني مش في العالم كله، ده بيبقى في نفس، يعني بيبقى مش كله في صيف في نفس الوقت. يعني بيبقى مثلا في الجزء الجنوبي في صيف في وقت معين، وده بيبقى من رحمة ربنا علينا برضو، لان برضو اختلاف المواسم ده بيبقى بيخلي استمرار للناتج الزراعي. احنا عارفين ان الصيف ده مثلا بيبقى فيه محصول، فواكه كتير جدا ونوع معين بيظهر، زي مثلا البطيخ والمانجا والعنب والى اخره. والحاجات دي زي ما بتظهر عندك انت في الجزء الشمالي من القارة مثلا، في الوقت دوت بتظهر في الجزء الجنوبي. فمعنى كده ان طول السنة الطلب والحاجة والزراعة شغالة. ده غير المحاصيل الأساسية زي القمح. من مميزات الصيف كمان ان انت بتحس بقيمة المية. المية لما بتروح البحر، ده يعني ده اساسي طبعا، لما بتبقى محروم منها طول السنة وتبقى خايف منها في الشتاء لان هي ساقعة جدا، بس بتحس بتطفي جسمك من الحرارة ومن الرطوبة. تمام. والمية تمام كشرب، انك بتفتكر تشربها. اصلا اغلبنا في الشتاء، وده معلومة مش يعني هخبيها عليكم، كلنا عارفينها، بيبقى عنده نقص في المية لان هو اوريدي ما بيحسش ان هو عطشان. كل ده جميل. امال ايه مشاكله، مشاكل الصيف؟ وليه الحر الزيادة عن اللزوم ده؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة، الموجة الحارة. الموجة الحارة عموما مدتها بتكون من يومين لحد شهر. يعني ربنا يستر، ممكن الموجة تفضل معانا شهر، والله على حسب. ايوه، وربنا يستر فعلا. طب ايه سببها؟ انا عندي مجموعة اسباب، او عندي كذا سبب. زي مثلا ان الامر ما بيتعلقش بدرجة الحرارة، لا ده بالفارق بينها وبين المعدلات. يعني ايه؟ على سبيل المثال، تمام، في بعض المدن البريطانية بتسجل مثلا 33 درجة مئوية. فدي بالنسبة، شوف، مدن بريطانية، انت بتتكلم بريطانيا اللي بتوصل تحت الصفر في الشتاء، فدي بالنسبة لها موجة حارة جدا.
لان المعتاد هناك في بريطانيا ايه؟ الصيف هناك يوم ما بتبقى 20 درجة مئوية يبقى كده احنا بنقول صيف. 20 درجة دي اللي هي بتبقى عندنا احنا في مصر يعني خلاص داخلين في الخريف، او في اواخر الخريف داخلين بنلمس في الشتاء يعني. انما لو كانت نفس الحرارة دي في السعودية او الجزائر فانها طبيعية جدا، وزي ما قلت في مصر. طيب الموجة الحارة بسبب تأثر منطقة ما بمرتفع جوي. مرتفع الجو ده الناس اللي تفهمه هم خبراء الأرصاد. بس مرتفع جوي يعني لو تخيلناها كده بيبقى يعني مسألة ضغط ومسألة لها علاقة بالجاذبية والهواء اللي في الأرض. تمام. بيقول لك مرتفع جوي بيعلو على مسافة تصل ما بين 3000 ل 7000 ونص متر. تمام. مسافة يعني القارئ واللي يعني اللي مش اللي ما عندوش معلومة بالموضوع مش ملم بيه هيتهيأ له انها كبيرة، وهي الله اعلم ممكن تبقى كبيرة او صغيرة، بس هي طالما بتأدي لموجة حارة فهي تبقى مسافة كبيرة جدا. تمام. بيقول لك هنا والفهم الفكرة، تخيل معايا ان الضغط، يعني عشان بقى نفهمها سوا، تخيل معايا ان الضغط في المرتفع الجو ده بيشبه حمل تقيل جدا من الحديد بيضغط على شخص يحمله. يعني بص فكرة اللي بقولك فيها لها علاقة بالجاذبية الأرض وضغط الهواء ده، بيقولك أكنه كتلة كبيرة من الحديد على شخص بيشيلها. تمام. الشخص ده بقى ده الهواء السخن. يعني الهواء السخن بيبقى تحت راكد ضاغط عليه ايه بقى؟ ضاغط بالقرب من الأرض طبعا، ضاغط عليه المرتفع الجوي ده. تمام. وبسبب طبقات الهواء المتراكمة طبعا اللي فوق الضغط الهواء السخن ده، الهواء السخن ده بيفضل ينضغط 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 لحد ما ايه بينتشر علينا احنا، فبيقلب بموجة حارة. ومن عادة الهواء لما بيبقى سخن قريب من الأرض فإن الكثافة بتاعته بتنخفض، وده بيخليه إن هو يرتفع لأعلى ويحل مكانه ايه هواء بارد. يعني بص يعني تخيل معايا كده لما انت بتبقى مثلا قاعد في الشارع على الاسفلت والجو حر جدا. يعني الموضوع برضو هشبهه لك ببساطه كده، لما بتيجي بتطلق شويه ميه ساقعين او بترش ميه في هواء سخن بيطلع عليك، هو ده هي دي الفكره، فكره الضغط اللي هما بيتكلموا عنها. طيب يا عم يا باشا، ايه علاقة دوت بان احنا دلوقتي بنعاني وبنحس بالموجة الحارة؟ مبدئيا فكرة تغير المناخ والكلام اللي على المناخ او اللي على المناخ الفترة الاخيرة دي كلام يقلق جدا. ده لان البشر بطبعهم بيبوظوا الطبيعة، ودي حقيقة ما ينفعش ان احنا ننكرها. اه بنبوظ الطبيعة وبنبهدلها كمان. ليه؟ لان على مر العصور كان الصيف في وقته والشتاء في وقته. حاليا احنا بنتكلم على اجواء مغايرة تماما، وعلى كثرة الموجات الحارة والموجات الباردة في اوقات غير طبيعتها. ده بسبب ايه؟ ده بسبب الانسان وتأثيره السلبي على الطبيعة. احنا بنخرب الدنيا. طيب ليه بقى؟ اولا حتى زمان لما كان بيبقى في موجة حارة كان الموضوع بيختلف. زمان الامر كان ابسط من كده في اتجاهات، وكان اصعب بصراحة في اتجاهات تانية. يعني مثلا قبل اختراع التلاجات والمراوح كان الامر صعب جدا في الحالات دي. تمام. ولكن كان بيعوض ده المساحات الخضراء، المساحات الخضراء الكثيفة اللي كانت سبب في تخفيف عبء وحرارة الجو ده. انت تعرف ان دلوقتي في اشجار او في اشجار فعلا بتخفض درجة الحرارة وبتمحي الرطوبة. اشجار طبيعية. والناس دلوقتي في بعض الدول الاوروبية بيخترعوا اسفلت جديد عشان ما يمتصش حرارة زيادة عن اللزوم. احنا حرفيا بهدلنا الدنيا. اه ما كانش فيه تلاجات، ما كانش فيه مراوح، بس كان وقتها الواحد لما يبقى عايز ان هو يهرب من الموجة الحارة كان ابسط ما فيها يقعد تحت شجرة او يستظل بشجرة. زمان كانوا بالنسبة لهم الضلة دي كانت بتخلي وبتحافظ على الاقل على حرارة المية. ما كانش فيه تلج، بس كان بيحافظ على حرارة المية. المية ما كانتش تبقى سخنة. تمام. ده بسبب ايه؟ ده بسبب الاجواء الزراعية اللي كانت بترطب، وان كان طبعا ربنا سبحانه وتعالى وقتها كان محافظ عليهم برضو، لان لكل وقت وله برضو الانسان ساعات بيضر نفسه بنفسه. فبقى مع تطور الوقت البنى والاسفلت اللي بيولدوا حرارة دول طبعا مع الانبعاثات الكيميائية اللي بنشوفها في السيارات واللي اثرت سلبا على جودة المناخ طبعا زي ما اتكلمنا وغيرته، برغم وجود تعويض حاليا في المراوح. يعني عندنا دلوقتي بقى مراوح، عندنا دلوقتي تكييفات، عندنا ثلاجات، برغم ان المروحة دلوقتي بتشتكي وبتقول لك انا عايزة تكييف. فعندنا كل الكلام ده، الا ان الامر اصبح اكتر خطورة من السابق.
وحسينا اكتر بتأثير الحرارة في الوقت الحالي. يعني انت دلوقتي يا باشا ما تقوليش انا عندي مروحة وتكييف، انت لو قفلتهم هتموت. بالعكس، ده هما كمان كأجهزة كهربائية بتأثر عليك بتولد انبعاثات. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، وده يعني موضوع مهم وخطير جدا، بناقشه وبدردشه معاكم. لعل الاقيه حد مثلا بيكلمني في الكومنتات كده يقول لي ممكن نفكر ازاي ونعمل ايه. وده هختمه بسؤال وهسألك وهقولك: تتمنى تعيش زمان في موجة حارة وسط الخضار في خيمة بدون تكييف ولا تلاجة، ولا تعيش دلوقتي وسط التلاجات والتكييفات بس انت بقى عارف الباقي؟ ده ده يعني سؤال هتركه لك كده وتفكر فيه وجاوبنا عليه أيها المستمع العزيز. خلصت حلقتنا النهاردة من تاريخ على ورق. الموضوع الجاي موضوع جديد، موضوع شيق، وما تنسوش تتابعونا وتعملوا سبسكرايب علشان الدعم ده هو اللي بيخلي الواحد يكمل. اشوفكم حلقة جديدة. سلام.